السلام عليكم وليد برج الجدي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني جدا من الفيديو اللي فات. برج الجدي النهارده ان شاء الله هنعمل القراءه ليك للاسبوع الاول من شهر ديسمبر عام 2023. عايزه اقول لكم ان انا عملت 18 برج، يعني عملت ال 12 برج وخلصتهم، بعدين دخلت عملت كمان 6 ابراج وبعد ما عملتهم واكتشفت ان انا بعمل شهر سبتمبر بعد نوفمبر. فلقيت حد كاتب لي في الكومنتات: مونيكا هو انت مسطوله؟ ففعلا انا قلت لها فعلا انا مسطوله، لان انا مش عارفه ايه إيه الاقناع الرهيب اللي كان في دماغي ان انا سبتمبر بعد نوفمبر، وبتكلم بكل ثقه. فيعني كده انا اضطريت ان انا اعيد القراءه تاني. فمعلش يا جماعه، عشان الناس اللي عماله تقول لي سبتمبر ايه فوقي. معلش انا فوق، معلش كان عندي ايرور كده في دماغي، فالحمد لله يعني عدى على خير. ما علينا. تعالى بقى النهارده زي ما قلت لك هنعمل القراءه ليك للاسبوع الاول من شهر ديسمبر عام 2023. اول حاجه هنتكلم عن الطاقه العامه، والطاقه العامه بتشمل مال، صحه، عمل، اسره. بعد كده بنتطرق للقراءه العاطفيه، وهي تخص عزاب، مرتبطين، منفصلين، كراش. قبل ما نبدا بتمنى منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه اتواصلوا على الواتساب اللي موجود في صندوق الوصف، هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير على قد ما تقدروا بعد ما تعملوا لايك والشير. والفيديو اللي بيجيب على نسبه مشاهده هو ده اللي بيحصل معانا على قراءه مجانيه. وان شاء الله تكون او تكوني من سعداء الحظ اللي فوزوا معانا بالقراءه. ويلا نسمي بالله ونبدا نوزع الكروت. بسم الله. طاقه عامه. تعالى نسمي بالله ونبدا القراءه بتاعتك يا برج الجد. بص، انا شايفه ان في بعض المشادات مع الاولاد، ام واب وهكذا، يعني في مشادات شويه. ده بص، عايزه اقول لك على حاجه، ان في احتفال ان شاء الله باذن الله هتحضره قريب قوي. الاحتفال ده يا اما يخصك يا اما يخص حد من اولادك، يا اما يعني حد من القرابه البعيده شويه. بالنسبه للعمل والاموال، يمكن قبل العيد عندنا كلنا عندنا ضغوط عمليه، وبعد كده الامور بتبدا ان هي تهدى. وبناخد اجازه العيد. عيد ايه؟ يعني بصوا، انا مش عارفه ليه انا مقتنعه ان كل الناس بتاخد اجازات عيد. يعني انا حاطه في دماغي يعني ان ممكن تكون واخد اجازه اسبوع، في ناس بيبقى ليها اسبوع مصيف فما خدتوش في المصيف، فاكيد تاخده اخر الصيف فبتاخد اجازه. انا ليه مقتنعه ان كل الاجازات تبقى عيد؟ انا مش عارفه. تعال نكمل القراءة. هو واضح ان انت لما خدت اجازة وقعدت وجسمك ارتاح كده، انت برضو دماغك كانت شغالة 24 ساعة. انت محتاج تبعد عن الناس شوية، محتاج ان انت تقعد مع نفسك. انت منتظر شيء معين يحصل في العمل ده، وان شاء الله باذن الله العمل ده هيحصل. بس هيحصل ان شاء الله باذن الله، هيتاخر شويه. من الواضح ان انت عندك عواقب عمليه هتتحل، بس مش دلوقتي يا اصحاب برج الجدي. بالنسبه للاموال، شايفه ان متطلباتك اكتر من دخلك. محتاجه تحسن دخلك. محتاج ان انت تفكر، عايز تشوف تعمل ايه عشان دخل يزيد ويتحسن. الاموال اللي داخله لك هي يا برج الجد، ولكن ممكن تكون قليله شويه عن كل شهر. بالنسبه للصحه، عندك تعب وقلق، نومك مش مستقر خالص، بتفكر كتير، عندك صداع، عندك ارهاق، عندك خمول، عندك كسل. كل ده هتعدي بيه الفترة اللي جاية، او اوريدي انت بتعدي بيه دلوقتي، بس مش هيستمر معاك خالص يا برج الجد. يعني انت محتاج تغير جو، محتاج تجدد في حياتك علشان تقدر ان انت تستمر في حياتك، ولكن حياتك ماشية بشكل روتيني ممل قوي قوي، وده غلط لان ده هيخليك حاسس بملل طول الوقت. هتعرف سر، يعني في اكتشاف اسرار هيحصل، ويعني وهتعرف ناس على حقيقتها. انت طول عمرك يا برج الجدي صابر، يعني اي شيء بيحصل في حياتك بتصبر عليه، بتفضل صابر، وممكن يعدي ايام واسابيع وشهور. وانا شايفه ان انت صابر، انا شايفه ان ضيعت من وقتك كتير قوي يا جد ورا كلمه الصبر دي. في ناس كتير حواليك بوشين يا برج الجدي، خلي بالكوا شويه، خلي بالك منهم، لان الناس دي انت عارفهم.
لانهم وصلوك ان انت مش قادر تصدق حد، او مش قادر تدي الامان لحد، ولا قادر تدي الثقه لحد خالص. بقيت خايف تتكلم وتطلع اللي جواك. علشان كده برج الجدي شايفاك شكاك جدا، وشكك في كل اللي حواليك على فكره. انت مثلا مش شاكك في شخص بعينه، لا انت شاكك في كل الناس اللي حواليك على فكره. كل الناس تقريبا مضايقينك. برج الجدي عندك مخاوف من موضوع معين، في حاجه معينه. برج الجدي خايف منها. برج الجدي خايف ومش قادر يتكلم. هنا برضو مخاوف كتيره قوي. آه، بص اللي انت خايف منه مش هيحصل، او انت متوقعه ده مش هيحصل. المخاوف دي ملهاش اي اساسا من الصحه. انت حاطط جوه دماغك افكار معينه خايف منها، او حاجه معينه خايف منها، بس مش هتحصل يا اصحاب برج الجدي. برج الجدي بالنسبه للعزاب، يعني العزاب حبيبك وعدك بالارتباط الرسمي، بس كل شويه بيأجل ويقول لك اصبر وانت صابر، بس صبرك نفذ. يعني هو خلاك تقعد تستناه كتير قوي، وتقعد يا برج الجدي منتظر يديله ميعاد محدد. والله بصوا، يعني اخرك معايا مثلا اليوم الفلاني او الشهر الفلاني، ده اخرك معايا. هتيجي اهلا وسهلا، مش هتيجي يبقى انت شخص بقى متلاعب. اقطع عرق وسيح دم يا برج الجد. يعني بصوا، اديله لازم قرار ان هو اليوم الفلاني في الوقت الفلاني ده هو خلاص بقى الوقت اللي المفروض تيجي فيه. ما جيتش بقى انت واحد بتلعب، يبقى انت تروح لحالك وانا اروح لحالي. انت مش هتضيع عمرك ورا شخص بيقول لك اصبر اصبر وانت تفضل صابر، لا. المتزوجين في وعود ما بتتحققش، في بعض الاكاذيب بتتقال، بس انت مضطر ان انت تكمل. وحقيقي حقيقي ان انت لازم تكمل. ما ينفعش اقول لك انفصل، ما ينفعش اقول لك لا، عشان انت وراك مش بس هو زوج ولا زوجة، في اولاد، في اسره، في حاجات كتير قوي. فانت مضطر ان انت تكمل يا برج الجدي. طب تعالى كده نشوف القراءه العاطفيه هتقول لنا ايه. بص يعني قبل ما نبدا القراءه فيها، نشوف انت معلق في وضع مش عاجبك، بس انا شايف عندك بدايه ونهايه. يعني في شيء هينتهي في حياتك، في بدايه جديده في حياتك. تعالى نشيل دول بسرعه عشان نبدا العاطفه على طول، عشان ما نطولش عليكم، عشان انتوا بقيتوا بتزهقوا يا جدي من القراءات الطويله. تعالى اول حاجه ناخد طاقتك في 3 كروت، بعدين ناخد طاقه الحبيب في 3 كروت. بسم الله. طاقه الحبيب. تعالى نحلل كروتك. في ولادة جديدة عند أصحاب برج الجدي. طيب أنا عايزة أقول على حاجة، يعني دي كتبت لي في التعليقات يعني، بس بصوا، أنت عايز تقول حاجة ومش عارف تقولها. أما أقول ولادة جديدة، لما أقول في حمل أصحاب برج الجدي، تفتكروا العزاب بقى هيبقى في حمل؟ أكيد لأ يعني، ده أكيد لأ يعني، منين؟ فاللي أقصده أما أقول في حمل مثلا عند أصحاب برج الجدي، في حمل وأنت عازب، يبقى معنى كلامي إن أنت لو متزوج ممكن يحصل حمل. طب أنت أعزب مش متزوج، يبقى أنت عندك ولادة شيء جديد، في شيء جديد هيحصل في حياتك، في شخص جديد يدخل في حياتك، الحب هيتجدد بينك وبين الشخص اللي أنت معاه. حط ما تحتها مليون ألف خط. تحت كلمة ولادة جديدة، مش لازم يبقى طفل بعينه. فعشان كده بقول كل واحد ياخد الكلام في مسار حياته. يعني انا دلوقتي بكلم عشريات، فهنا في ناس متجوزين وفي ناس عزاب وفي ناس مطلقين. طب يا مونيكا، انا قلت هنا في حمل، يبقى الحمل لمين؟ يبقى انت عندك ولادة جديدة في شيء معين، هتخش شغل جديد، هتخش مشروع جديد. فبالتالي لازم كل مرة اوضح نفس المشكلة. طيب بص، عايزه اقول لك برج الجدي فيه ولاده جديده، في شيء جديد هيحصل في حياتك، والشيء ده حلو على فكره.
الشمس هتنور حياتك. هيبقى في الفترة اللي جاية تنيت وقت زعل ومتضايق، وفي حاجات كتيرة كانت وحشة في حياتك ان شاء الله باذن الله تبدا تتحسن. شايفه ان في عندك اختيار ما بين حاجتين يا برج الجدي. هل اختيارك ده يخص اتنين اشخاص في حياتك، او يخص ان انت تكمل في حياتك اساسا ولا لا؟ عندك حيرة ما بين اختيارين. حاول يا برج الجدي ما تبصش للامور بطريقه سلبيه، لانها مش وحشه قوي او سودة قوي بالطريقه اللي انت شايفها. في حاجه كويسه، انت مش واخد بالك من حاجه كويسه عشان انت مديها ظهرك. حاول تبص على الشيء الايجابي يا برج الجدي. شايفه هنا ان اصحاب برج الجدي شايفاك ان انت زعلان ومتضايق، زعلان وساكت. يعني شايفاك ان انت ما بتتكلمش، بتحاول تظبط امورك من غير ما تعرف حد. برج الجدي من الابراج اللي بتقف جنب كل الناس، وايه ما تطلب حد يقف جنبك ومش بتلاقي حد. حتى الحبيب ما كانش بيبادر باي شيء خالص. يعني انت بتكون مستني منه شيء معين. يعني مناسبة جت مثلا مستني هدية مثلا يفرحك بيها، مستني كلمة كويسة عشان انت عملت حاجة كويسة، فمستني مقابل حتى لو كلمة كويسة. يعني ما كانش طلباتك ان انت عايز الماظ يعني. لو كلمة لو وردة كانت هتكفي بالنسبة لك يا برج الجدي، ولكن ما بتلاقيش حتى الكلمة الحلوة، وكأنك كنت بتسرقها منه. كتير قوي اصحاب برج الجدي كنت محتاج الحبيب جنبك ومش بتلاقيه. اتظلمت واتكسرت. وللبعض يا برج الجدي الشخص ده يعني فضل حد تاني عليك، او فضل شخص تاني عليك. الدنيا متأزمة، مش هقولك مش متأزمة، والموضوع صعب، بس انت مصعبها على نفسك اكتر. الموضوع في حاجة وحشة انت بتوحشها اكتر، انتوا فاهمين؟ فده غلط عليك انت يا برج الجدي. اصحاب برج الجدي لازم تاخد قرار قاطع في حياتك. انا شايفه بعضكم رافع سيفك وخد القرار القاطع بالانسحاب من العلاقه دي، ويعني ولكن البعض الاخر لسه متشتت في حيره مش عارف يعمل ايه. فانت يا برج الجدي شايف الشخص ده وحش، حاول انت تصلح فيه. ما تصلحش، سيبه. سهل، سيبه عادي. ايا كان بقى الاضرار اللي هتجيلك بعد كده، بس لازم ان انت يعني تبص لنفسيتك شويه برضو، تركز مع نفسك برضو. فانا شايفه ان الشخص ده ممكن يكون سابك وراح لطرف تالت، او حصل خيانه مثلا. فالحاله دي ابعد فورا. دي ما فيهاش بقى تصليح اخطاء خالص. يعني صلح الاخطاء اللي عند الشخص اللي عنده مشاكل بسيطه، انما واحد عنده طرف تالت او خان، ابعد فورا. نفسيتك مش هتتحمل خالص، صدقني. مهما تضغط على نفسك ومهما هتسكت وهتكتم، برضه بقول لك في الاخر برضه صرخه مكتومه. انت مش قادر تتكلم، او مش عايز تعمل مشاكل، او اتكلمت كتير وما نفعش. فحاول يا جدي ان انت لازم تخرج اللي جواك ده، عشان انت لازم يعني هيحصل لك حاجه لا قدر الله. لازم تخرج، يعني تخرج اللي جواك. اعمل يعني اي حاجه تخرج الغضب اللي جواك. انت غضبان، شايفاك ان في غضب. عارف انت غضبان ليه؟ لان العلاقه دي كانت حلوه قوي، وكان فيها حب، وكان فيها كل حاجه كويسه، ونهايتها كانت غير متوقعه تماما. او الشخص ده عمل شيء غير متوقع بالمره، اتمسكت بالشيء الغلط بمعنى اصح. فدي كانت اخرتها الطعنات والخذلان. البعض منكم ممكن تكون بتساعد الشخص ده بأموال، ساعدت الشخص ده بأموال و أو وقفت جنبه كتير مثلا في حاجات كتير. ممكن الشخص ده يكون من مثلا من برج القوس. العلاقة ما كانش فيها توازن يا جماعة، كان فيها عدم توازن. انت بتدي ما بتاخدش، ولو اداك عارف القطار بينقط لك. يعني حتى الكلمة الحلوة بينقطها لك، يمكن بتدي وبتحاول بس هو مفيش. انا شايفه ان في عند في شيء معين، والعند ده لو اصحاب برج الجدي هو اللي مشي ورا عنده هيخسرك كتير. فبلاش تعند في شيء معين انت بتعند فيه. سيبك من العند ده لانه هيخسرك كتير جدا يا برج الجدي. فانا شايفه برج الجدي هنا زعلان جدا، وبتحاول تشغل بالك في اي حاجه عشان ما تفكرش. في ازمه ثقه يا جماعه في العلاقه دي. انت مبقتش واثق في الشخص ده، ولو هيعمل ايه مش هتثق فيه. في مقولة بتقولك ايه؟ ان الصدق بعد الكذب بيحتاج 1000 شاهد. ليه بقى؟ لان واحد كذب عليك
مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة. والله لو عمل ايه ما هتصدق. محتاج ان انت تجيب شواهد للدنيا عليه عشان تقدر تصدقه في كلمة. فزي ما قلت لك كده، في أزمة ثقة. الثقة بينك وبين الشخص ده اتكسرت، مستحيل ترجع مرة تانية للأسف يعني. تعالى نشوف أخت الحبيبة هتقول لنا ايه. ده من الواضح ان العند بينكم انتوا الاتنين، يعني بصوا انتوا الاتنين بتعاندوا مع بعض جامد، هو بيعاند وانت بتعاند وسنتنا سودا ان شاء الله. طلعوا ثلاثة ناخدهم. بص الشخص ده عنده مشاكل كتير في حياته. أول العلاقة دي قبل ما تتقفل كان فيها مشاكل أو فيها خلافات، أو اوريدي برج الجدي بيعدي مشاكل كتيرة في حياته، في مشادات كلامية مع أشخاص، يا إما مع الحبيب يا إما مع أهله لو أنتم متزوجين يعني، يا إما مع أهلك أنت يا برج الجدي. في مشاكل، في نزاعات، خلافات، في مشادات كلامية. على فكرة الشخص ده أنا شايفة إن الأمور ماشية معاه كويس، لأن جايله عجلة الحياة، أموره ماشية كويس جدا. بصوا الكارت هنا جاي للشخص ده، الشخص ده ممكن يكون هو اللي سابك ومشي لأصحاب برج الجدي. بصوا البعض منكم الشخص ده ممكن يكون سابك ومشي، وانت حاولت ان انت ترجع له وتتكلم معاه وي وي وي، وهو يعني رفض. او الشخص ده سابك وبعدين حاول يرجع لك مرة تانية وانت اللي رفضته. يعني حاجة من اتنين. وخد القراءة ممكن تبقى عكسية، ممكن برج الجدي هو اللي كسر قلب الحبيب، وهو اللي يعني بصوا لو القراءة حسيت ان هي مش منطبقة عليك يا جد، اعكس القراءة. الحبيب طاقته فيها عدم توازن. الشخص ده برج الجدي ما قدركش خالص، كان بيزعلك كتير قوي. ولكن هل الشخص ده كان كرهك؟ لا، الشخص ده بيحبك، هو جواه بيحبك، بس هي طريقته فيها كده، يعني هي طريقته صعبة، فيها برود، فيها قلة قيمة. وده مش عشان اي حاجة تانية، انا فاهمك ده ليه. الموضوع ده نفسي بحت. بمعنى الشخص ده بيعمل كل ده علشان شايفك ان انت احسن منه. هو ما بيكرهكش، بالعكس هو بيحبك، بس الطعنات وكسرة القلب وكل ده يعني علشان شايفك ان انت احسن منه، فبيضطر ان هو يعاملك بالمعاملة دي. وعلى فكرة ممكن برج الجدي يكون هو اللي كسر قلب الشخص ده، وانت يا برج الجدي عملت حاجات كتيرة في الشخص ده خليته يندم على اليوم اللي عرفك فيه. فعشان كده شايفاه هنا رافع سيفه عليك ومديك ظهره ومتجاهلك، بيفكر في حاجات كتير قوي 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 ومش قايل عليها لحد. فممكن القراءة تكون عكسية، عشان كده بقولك يعني انتوا فاهمين، يعني عكسوا الأمور ساعتها. الشخص ده لو عنده علاقة ثلاثية أو متزوج، فهو عمل معاك كل حاجة وحشة عشان تكرهه وتبعد عنه. وده للبعض، يعني الشخص ده ممكن يكون متزوج وخلاص، هو عايزك تبعد عشان مش هينفع ان انتوا تكملوا مع بعض العلاقة دي. فعمل حاجات ضد شخصيته تماما، وضغط وضد كل حاجة يعني. كان قاسي على نفسه أكتر ما هو قاسي عليك يا برج الجدي. هو عمل كده عشان يعني يضطر ان هو يبعد عنك، عشان يعني ايه ما يتكلمش معاك مرة تانية. ده الناس اللي حصل معاها الموقف ده. داخلين على حاجة تانية دلوقتي، يعني بصوا يعني برضو كلام للبعض. انا شايفة ان الحبيب شايف ان اصحاب برج الجد ان انت عندك علاقات، ممكن العلاقات دي تكون على فكرة ما تكونش حاجة وحشة، يعني ممكن برج الجد يكون عنده اصدقاء من جنسين رجال ونساء يعني، ودي حاجة عادية على فكرة، يعني حاجة عادية في البيت كتير. ولكن الشخص ده هو شايفك ان انت عندك علاقات، هل هي تعدد في العلاقات مثلا؟ ف... فهو شايفك كده، شايفك ان انت عندك علاقات كتير، لو شايف ان الشخص ده قافل منك قوي، عشان كده رفع سيفه عليك. هو ده شايف كده. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام عند برج الجدي ممكن يبقى غلط، هو بيبلع عليك، يعني بيقول عليك كلام ما حصلش. ولكن اكيد يا برج الجدي انت ليك مكان خاص عند الشخص ده. وكأنك جيت نورت حياة الشخص ده. انت كنت حظ حلو، حسسته بالبهجة. الشخص ده كان مانع عليك احلام كتيرة قوي، وفجأة كل ده راح. الانفصال اللي حصل ده ما كانش هين عليكم انتوا الاتنين، وكان صعب على الحبيب اكتر منك يا برج الجدي.
فالشخص ده شايف ان هو نفسيته متدمره وتعبان جدا ان انت بعيد عنه. هو من بعدك مش عارف يرجع طبيعي، مش عارف، والظروف اللي حواليه كمان مش مساعداه ان هو يقدر يرجع طبيعي. فشايفة ان الألم هنا متوزع يعني واحد، صدقوني يعني. بص هنا دي طاقتك ودي طاقته، تحس ان الوجع واحد، الألم واحد، الحزن واحد، كل حاجة زي بعض بالظبط. فشايفة ان انت هنا رافع سيفك عليه ومتجلك ورافع سيفه عليك، فانتوا الاتنين قافلين من بعض. العلاقة صعبة جدا، فيها تراكمات كتير، فيها حزن، فيها زعل، مع ان العلاقة دي كانت من اجمل العلاقات اللي ممكن حد يتكلم عنها. العلاقة دي كانت حلوة قوي، عارفين حلاوة البدايات، وبعد كده قلبت الدنيا. الطاقة بتاعتكم اتقلبت تماما، بقيتوا ماشيين بعند، زي ما انت تعمل انا هعمل، انت هتعمل كذا فانا هعمل كذا. بقيتوا ماشيين بطريقة فيها عند قوي جدا بينكم انتوا الاتنين. ولكن اللي شايفاه هنا ان الحبيب مضغوط، بيفكر فيك كتير قوي قوي، ولكن هو مش عايز يجيلك، مش عايز يجيلك علشان حاسس ان هو هيجي على كرامته. هو مش عايز يقدم تنازلات على فكره، الشخص ده من الاخر يعني هو مش عايز يقدم تنازلات خالص. فبيحاول ان هو يظهر ليك ان انت مش فارق، ولكن من جواه انت فارق وفكر فيك كويس جدا. ولكن كل ده مش ظاهرهولك، ده ظهره على السوشيال ميديا، ولا ظهره مع اصدقاء، ولا ظهره مع اي حد. الغلطه موجوده فين؟ الغلطه موجوده عند الطرفين. زي ما هو غلط في حقك يا برج الجدي، انت كمان عملت حاجه وغلطت في حقه. معلش انا لازم اكون محايده، يعني مش هاجي مع برج علشان خاطر حاجه تانية عشان برج تاني. في اخطاء عند برج الجدي ممكن تكون اخطاء بسيطه كده، وفي اخطاء عند الشخص ده. ففي خطأ يعني دبته، يعني دبتين من اصحاب برج الجدي الجمال ده. برج الجدي محدش يعرف يغلبه في الكلام اساسا على يدي. انا برج جدي محدش يعرف يغلبني. فكنت عايزه اقول يا برج الجدي ان يعني اكيد ان في موقف عملته، او في شيء عملته، او في حاجه عملتها، يعني انت عارف ممكن تكون ضريت الشخص ده وانت مش واخد بالك، ممكن تكون سببت له مشاكل كتيره وانت ما تعرفش يعني. بص يا برج الجد، بكده نكون خلصنا القراءه بتاعتنا. اتمنى القراءه تكون منطبق عليك، وبتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه توصل على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، ترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. واشوفكم فيديو كده على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.